كل سنة وانتم طيبين يا مصريين. بس واضح كأن في ناس عايزة تعايد على مصر بالفتن بدل الكحك والبسكويت. الإعلام السعودي اللي اسمه عمرو أديب اللي واخد الجنسية المصرية بالغلط طالع يهاجمنا بطريقة لولبية. البيه داخل كيف داخلة من دخلاته وسط الحملة الممنهجة اللي عاملاها علينا دول الخليج وإعلامهم ولجانهم على السوشيال ميديا، وعمالين يقاقوا على مصر وقياداتها وجيشها وشعبها ورئيسها. في وسط بقى الليلة دي كلها راح طالع علينا الراجل العمرو وموجه رسالة لوزير خارجية مصر على تويتر، وراح كاتب لك ايه بقى الواد العمرو: هناك انطباع واضح لدى دول الخليج ان مصر لن تقدم الدعم المطلوب. ايوه طب هو ايه لا مؤاخذه الدعم المطلوب يا عمرو؟ كمل بقى وقال لك ايه: اصل احنا عمرنا ما شفنا هجوم بالضراوه دي قبل كده من الاعلام الخليجي على مصر. وراح مكمل رسالته لوزير الخارجيه وقال لك في مشكله ملحه عند دول الخليج اللي لما تواجه ببساله العدوان الغاشم. الباسل صح، واحنا يا عمرو سبب المشكله، يعني مصر وخارجيتها وشعبها هم سبب المشكله، هم اللي عاملين الازمه دي. يا اخي والله العظيم عيب تبقى اما تقبض الفلوس دي كلها وفي الاخر تعمل الشو الرخيص ده. وكمل بقى كلامه الوزير خارجيه مصر وقال لك ايه كمان: الموضوع محتاج اكتر من الجولات المكوكيه اللي انت ما تعملها دي، عايزين تواجد يحسس ابطال الخليج اننا سند وظهر. اخ يا عمرو على المحن واللعب بالعواطف يا راجل يا عواطف. يعني من الاخر كي انت بتلوم بوضوح وزير خارجيه مصر وبتقول ان انت شايف ان مصر ما قدمتش لاخواتها الدعم الكافي. ايوه يا عموره طب لا مؤاخذه، هو ايه الدعم الكافي من وجهه نظرك ووجهه نظرهم؟ اقول لك طب قول لي هم عملوا ايه بالظبط وانا اعمل زيهم على طول. شوف يا عم، مش هم لما يتضربوا انا هعمل نفس لما يعملوه بالظبط بالملي، ولا انت عايزني انا اروح احارب بالنيابه عنهم وهم قاعدين في مكانهم؟ يا استاذ عمرو لو انت مركز هتعرف ان دول الخليج نفسها ما عملتش اي حاجه غير انها قاعده تجب والدين. والله العظيم زي ما بقول لك ايه، هم كل لما يعملوا لهم كل شويه يطلعوا بيان لايران يقولوا لها احنا مالناش دعوه، احنا مش طرف في الحرب، وقف لما تعملي معانا ده. والله العظيم يا جدعان ما عملوا حاجه اكتر من البيانات لحد اللحظه اللي انا واقف وما اصور لكم فيها الفيديو دي. بس عشان ابقى امين معاكم، الامارات بس سحبت سفيرها وقفلت سفارتها في ايران، لكن بقى السعوديه والكويت وقطر وكل دول الخليج لحد اللحظه اللي احنا فيها دي دلوقتي سفرائهم مرزوعين هناك والسفارات مفتوحه عادي. هم اصلهم خايفين يسحبوا السفراء فايران تعتبر ان ده تصعيد فتنزل فيهم ضعك اكتر. يا اخي والله العظيم يعني هم مش قادرين حتى يقفلوا السفاره بتاعتهم وعايزين احنا ناخد جيشنا ونروح لهم. عمرو اديب بقى كاتب التويته دي ردا على وزير خارجيه مصر لما قال لك ما حدش من دول الخليج طلب مننا اصلا دعم عسكري. فانت يا راجل يا عمرو مستني دعم عسكري لمين؟ لناس هي اصلا ما عملتش اي تحرك عسكري. هم لحد دلوقتي مكتفيين بالتنديد بس. طب ايه رايك بقى مصر ما نددتش؟ دي مصر هزجت رئيس جمهوريه ايران لما اتصل بالرئيس السيسي. الرئيس السيسي قال له كيف الفم المليان عيب لما تعملوا ده، وقف ضرب في دول الخليج فورا. وبعدين بقى اللي يضحك اكتر، بص يا عمرو كاتب ايه، قال لك ايه: عمرنا ما شفنا هجوم بالضراوه دي من دول الخليج على مصر. على مين؟ على مصر. يعني عمرنا ما شفنا هجوم بالضراوه دي على مصر مش ايران. يعني دول الخليج لما تهاجم مصر اكتر ما بتهاجم ايران لما تضربها. من الاخر كده يا جماعه، الحكام في الخليج طالقين اعلامهم ولجانهم على السوشيال ميديا وفي قنواتهم على مصر عشان يحولوا الموضوع لحرب وهميه ضد مصر. كل ده عشان يشغلوا اخواتنا في الخليج وما يطلعوش عليهم وينتقدوهم ويقولوا لهم انتوا ليه جبتوا قواعد امريكيه على ارضنا؟ ازاي دفعتوا لترامب 5 تريليون دولار عشان يحمينا وفي الاخر يعمل معانا كيه؟ 5 تريليون دولار يا مؤمن يغفلكوا فيها ابو حنان وفي الاخر يورطكوا ويخليكوا تشيلوا الليله لوحديكوا. الجماعه في طهران كانوا جايلينها علني من الاول، اول ما امريكا هتضربنا على طول هنطلع على دول الخليج وهنخرشمهم. يعني من الاخر كده ترامب ما عملش حساب لا لدولاراتكم ولا لقواعدكم ولا لشعوبكم ولا لحكامكم، ما فكرش غير في مصلحه صاحبه نتنياهو واخواته. يبقى العيب بقى على مصر ولا على حكامكم؟ يعني بدل ما الحكام في الخليج تطلع تفوق شعوبها وتقول لهم تعالوا نتحد، تعالوا كلنا نقف ايد واحده ضد عدونا الواضح اللي لما يضربنا، تعالوا نركز في حربنا اللي بالمناسبه صح هم مش هيحاربوها اصلا. لا ازاي ده احنا نخلق معركه وهميه العدو بتاعنا فيها يبقى مصر يا بيلي قالت لكم تعالوا نعمل جيش موحد من 10 سنين وما سمعتوش الكلام، وجايين دلوقتي بعد خراب مالطا تضحكوا على شعوبكم وتدخلوهم في معركه وهميه ضد مصر عشان المعركه مع مصر على السوشيال ميديا اخرها ايه؟ يعني باقه وشويه ملاليم، لكن مع ايران بالبارود عشان كان ما تهاجموا مصر اكتر مما تهاجموا لما يضربوكم. لا وعمر اديب سخنان قوي اما يقول لك اما يواجهوا عدوهم ببساله وشجاعه. فين يا عموره البساله والشجاعه دي؟ تقصد قصدك حكمه واتزان، ممكن ماشي تمشي، لكن البساله والشجاعه دي اما يعملوها اخواتنا التانيين في القطاع وفي لبنان مش عندهم. لكن نقدر نقول ان هم
شغالين بحكمة، مش عايزين يدخلوا نفسهم في معركة مش بتاعتهم، لأنهم ببساطة عارفين إنهم لو اتدخلوا بشكل مباشر هيتضروا بأكتر، غير إن ترامب هيستقرضهم ويقول لهم ادفعوا يا بهوات، ادفع يا بيه منك ليه كام تريليون تاني تمن التحرك الفردي اللي خده ترامب بالتنسيق مع نتنياهو، ما عملكوش حساب. وفي الآخر بعد ده كله يا عمورة جاي توصف لما يعملوا وزير خارجية مصر بمجرد جولات مكوكية. امال انت عايزه يعمل ايه؟ ياخد دبابته ويطلع يحارب حرب مش حربه لناس اصلا مش عايزه تحارب؟ ممكن يا جماعه بالذمه تقولوا لي هو ليه دايما مطلوب من مصر انها تعمل للعرب اللي هم نفسهم مش عارفين يعملوه لنفسهم؟ يعني ليه مطلوب من مصر دايما انها تشيل شيله مش شيلتها؟ مصر هي اللي تلم اللاجئين اللي في المنطقه وتجيبهم عندها، مصر هي اللي المفروض انها تفتح المعبر بالقوه وتدخل مساعدات لاخواتنا، مصر هي اللي مطالبه انها تدافع عن الحركه اياها اللي راحت نفذت هجمات من غير ما تقول لنا اصلا وورطتنا وورطت المنطقه كلها، مصر هي اللي تربي وتنظف وتدادي وتغير وترضع وتشخخ وتشيل الشيله كلها. فبالذمه انا يا عموره ما تتزجش كده وسط المصريين وتعمل قال ان انت الوحيد اللي قلبك على قلب اخواتنا، وانت اساسا مش اما تتحرك غير باوامر تركي ولانشون وجبنه رومي. انا عايز اقول لكم يا جماعه ان برغم الحمله الممنهجه اللي معموله ضد مصر، حكومه مصر هي اللي طلعت بيان من وزاره الاعلام اما يقول للاعلاميين المصريين بلاش تنجرفوا ورا الفتن. الكلام ده في الوقت اللي فيه الاعلام الخليجي هو اللي بدأ اصلا، وما شفناش بيان واحد من عسكري حتى في الخليج اما يقولوا لشعوبهم وانا للاعلاميين بتوعهم عيب ما تغلطوش في مصر، وسايبين عادي كي ناس اعلاميين وناس معروفه في المجتمع وهويتها معروفه يغلطوا في مصر وفي قياداتها وفي رئيسها وفي جيشها وفي شعبها، في الوقت اللي ما فيش اعلامي واحد عندهم يقدر يطلع يقول شراب الامير مش ماشي مع الجزمه والا يلبس في الحيط، لكن عادي يشتم في مصر ورئيسها. دول الخليج يا جدع اللي علمناهم وهندسنا لهم وحاربنا لهم جايين دلوقتي طالعين اما يشتموا في مصر واهلها. على العموم برضه يا جماعه احنا هنطلع كبار وهنقول لاهلنا في الخليج ما تسمعوش كلام حكام كل عايزين يلهوكوا ويغفلوكوا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. حد سامعني؟ حد شايفني؟ شيروا لهم وابعتوا لهم.